السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ رشيدة الصبري. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو لقاكم فيه صحة جيدة يا ربي امين. اليوم غنوجد معكم طويجين باللحم بالبصلة خضارية وفلفلة حمراء، كيجيو روعة. يا بسم الله. شويه ديال الابزار اسود، خرق ومعرق بلدي، سكينجبير، شويه سكينجبير، هذا قزبر يابس، الملحة على حسب الذوق، ثومه، قزبر والبصله هكا مشلطه. ثومه كديروا 3 ضريسات ديال الثومه، وبصله موين ماشي كبيره بزاف، كتشلطوها على هاد الطريقه. نصف كاس ديال زيت الزيتون، كديري معاهم شويه ديال الماء هكا غير شويه باش هذاك زيت الزيتون ما يتحرقش من تكون كتقلي العناصر. صافي دابا غنغطي عليهم ونخليها شويه، نشعل عليها العافيه ونخليها باش تقلى ان شاء الله. يا بسم الله. كتلاحظوا الكمجره بدات كتغلي، غادي نحركوا هاد العناصر، ما تخليوش الزيت الزيتون يتحرق، غير ملي تيتشرب اللحم دوك العطريه صافي كتبلي طبعا. ملي تتبدا يتقلى كتبقاي تشمي واحد الرويحه رائعه رائعه، ريحه الربيع، البصله ودوك العطريه كتعطي واحد الريحه زوينه بزاف. صافي نخليها غير شويه تقلى، تزيد غير شويه، ما تجهدوش عليها العافيه، غير شويه تزيد تقلى باش ما يتحرقش لكم الزيت. وكديروا الماء. بسم الله. صافي دابا غادي نزيدو الماء طايب دائما كما كنقول لكم، زيدوا الماء طايب. صافي الا ما كانش عندكم زيت الزيتون ديروا زيت المائده ماشي مشكل. دابا غادي نزيدو الماء. قاعده دائما الماء طيب، ما ديروش ماء بارد. ندير الماء الكافي فين غادي يطيب اللحم. المهم على حسب اللحم اللي عندكم، كان عندكم اللحم فتي راه غيطيب دغيا، كان عندكم شويه اللحم ماشي فتي ديروه في الكوكوط راه غادي يطيب. لا بغيتو تبدلوه ديروه في الكوكوط من الاحسن، سدوا عليه الا كنتو زربانين. صافي دابا غنخليوه يطيب ان شاء الله. هي بسم الله. دابا غادي نشوفوا اللحم راه طاب وكح كما كتشوفوا، البلول راه نقص. دابا غادي نديروا البصله. يا بسم الله. لاحظتوا غندير هاد الشنيف هادو اللي ما مقادينش، غنديرهم هما الاولين هكا باش ملي نكون كنحط في الطوسيل كتجي الحطه مزيانه. بسم الله.
كتحطيه هاد الشنيفه هكا. هذه البصله خضاريه راه دغيا كطيب، ما كتعطلش في الطياب. هاد البلول اللي كاين هو اللي غادي يكفي. تقدروا ديروها في الطاجين ماشي مشكل، يعني هاد الوصفات اللي كنعطيكم تقدروا ديروهم في الطنجره اولا في الكوكور اولا في الطاجين. اللي كديروهم في الطاجين كيجيو مزيانين، كيجيو بنان بزاف اكثر من الطنجره. صافي دابا يا بسم الله. دابا غادي نديرو فليفله حمراء، كتجي بنينه بنينه. فليفله حمراء مشويه كتجي بنينه بزاف في الطاجين مع البصله. كتجي واحد البنه فيها رائعه. اللي ما تيبغيش الفلفله ما يديرهاش ماشي مشكل، بغى يدير فلفله خضراء يديرها. المهم كاع الانواع ديال الفلفله كتجي زوينه، كتجي رائعه رائعه. بعد غادي ندير هاد المطيشه سوغيز. المطيشه سوغيز راها دغيا تذوب حتى هي ما كتبقاش باينه وما كتاثرش بزاف على المريقه ديالكم، يعني ما تجيش حامضه. ولا انا قطعتها على جوج. كما قلت لكم ما تزيدوش الماء، هذاك الماء كافي حيت هي البصله كتطلق الماء. صافي كتنقصوا عليها واحد شويه العافيه وكتخلوها طيب على خطره. يا بسم الله. دابا غادي نشوفوا الطاجين ديالنا فين وصل. ها هو كلشي طاب ما شاء الله. شوفوا المريقه كيفاش عاقده ما شاء الله ما شاء الله. كما قلت لكم غير خليوها طيب على خاطرها، ما تزيدوش عليها العافيه حيت البصله هي كطيب والبصله كتلصق في الطاجين ولا في الطنجره. ما خصكمش تزيدوا عليها العافيه بزاف باش ما تحرقش لكم. يا بسم الله. دابا نديرو شويه ديال المعدنوس من الفوق. هذا اختياري، الا ما بغيتوش ديروه ما ديروش ماشي مشكل. انا كيتعبني كنفيلمي، انا ما فيلميتش ملي حطيت في التبصيل. هانتوما كما كتلاحظوا كلشي طايب وجا رائع. نوريكم عاوتاني بليله. شوف كيفاش دايره كي خاطره 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 وبنينه بنينه. غير جربوها راه غادي تعجبكم بزاف، غادي تعجبكم. شوف كيفاش داير رائع. جات واحد المريقه خاطره بنينه معلكه. في هاد الوقيته كتوجد البصله خضاريه كتجي بنينه بزاف وكتجي حلوه وكتجي زوينه، كتجي في واحد المذاق طري زوين. غير جربوا هاد الطويجين غادي يجيكم رائع. حتى بالدجاج راه كيجي زوين، كيجي رائع. كنتمنى لي يعجبو الطاجين ما يبخلش علينا بالبصمه. وشكرا لكم بزاف ومع السلامه الى فيديو ان شاء الله.